السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض كورس جديد وهو كورس الباراسيتولوجي. هنشرح فيه علم الطفيليات وهنتكلم عن الديدان بالتفصيل الممل، وهنشرح كل نوع مستقل بذاته. الكورس بتاعنا مهم جدا، بس حلقة النهاردة هي الحلقة الأهم في الباراسيتولوجي. هنتكلم عن الباراسيتولوجي بالتفصيل، وهنعمل كلاسيفيكيشن مهمة جدا للبارازايت. فركز معايا في كل كلمة هتتقال في حلقة النهاردة. كشكولك وقلمك وبدون مقدمات طويلة، يلا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معكم كابتن أناليسيز، يلا بينا. تعالى نبدأ مع بعض الكورس بتاعنا بشوية معلومات مهمة جدا. أولا، كلمة باراسيتولوجي معناها علم الطفيليات، العلم اللي بيدرس الكائنات المتطفلة. الكائنات دي بتروح تتطفل على عائل بنسميه الهوست، وبتاخد الغذاء بتاعها منه. طيب أنا عشان أشخص البارازايت أو الطفيليات دي بيبقى اسمي باراسيتولوجيست. حلو الكلام. تعالى بقى أقول لك معلومة مهمة جدا. شرحنا في كورس الاميونيتي وقلنا اللي احنا عندنا الاميونوجينز، ودي بتتقسم لبارازايت وفانجاي وبكتيريا وفيروس. الفيروس والبكتيريا بيتميزوا بانهم يوني سيلولار، كائنات وحيدة الخلية وحجمها صغير، فالجسم هيتخلص منها عن طريق عملية الفاجوسايتوزس البلعمة. أما البارازايت بتتميز إنها حجمها كبير ومالتي سيلولار. جميل. فالجسم مش هيقدر يعمل لها فاجوسايتوزس. أمال هيتخلص منها إزاي؟ قالك بيكون على السيرفس بتاعها أنتيجين. الأنتيجين ده بيثير جهاز المناعة فيطلع لي خلية الإيزينوفيل. خلية الإيزينوفيل بتشتغل بميكانيزم اسمه ADCC، وهو اختصار لكلمة Antibodies Dependent Cellular Cytotoxicity. كنت شرحته بالتفصيل الممل في كورس الاميونيتي، هسيب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن اتفرج عليها. وبكده الجسم عندي اتخلص من البارازايت. دلوقتي هنعمل كلاسيفيكيشن مهمة جدا للبارازايت، فكشكولك واكتب كل كلمة هتشوفها معايا. دلوقتي هنعمل كلاسيفيكيشن مهمة جدا للبارازايت. هنقسمها لعيلتين أساسيين. العيلة الأولى وهي عيلة البروتوزوا، العيلة التانية وهي عيلة الهيلمنس. جميل. تعال نشوف البروتوزوا بتتكون من ايه. قالك أشهر فرد في العيلة دي وهو الأميبا، وأشهر نوع في الأميبا وهو الإنتاميبا هيستولوتيكا. تاني فرد عندي وهو الفلاجيلاتس، وأشهر فرد فيها وهو الجيارديا لامبليا. بعد كده السيلتس، الكائنات ذات الأهداب، وأشهر نوع فيها البلانتيديوم كولاج. بعد كده الكوكسيديا، وأشهر نوع فيها الأيسوسبورا بيلي. بعد كده المايكرو سبوريديا. طب تعالى نروح للهيلمنس الديدان. الكلاسيفيكيشن بتاعتنا اتعملت على حسب الشكل، واصبح عندي بليتي هيلمنس او الفلات وورم، الديدان المسطحة. ودي في منها نوعين، السيستودا ودي التاب وورمس، وفي التروماتودا ودي الفلوكس. كمان عندي النيماتو هيلمنس او النيماتودا، الديدان الاسطوانية. تعال نمسك كل عيلة منهم ونشوف افراد العائلات دي عبارة عن ايه. تعال نمسك أول عيلة معانا وهي عيلة النيماتودا. بتتكون من الانتروبياس فيرميكيولوس أو الديدان الدبوسية، الترايكيرياس ترايكيريا، الإسكاريس أو ثعبان البطن، الاسترانجليوديس، التركينيلا سبايوليز. تاني عيلة عندي وهي عيلة السيستودا. بتتكون من التينيا سوليوم، التينيا ساجيناتا، هيمونولوبس نانا، هيمونولوبس ديمينيوتا، دايوفيلو بوثيريوم لاتيوم، دايبليديوم كانانيوم،
الكينوكوكس. تالت نوع عندي وهو التريماتودا، بنسميها داجينا، بتتكون من الهيتروفيس الفاشيولا هيباتيكا، الشيستوسوما مانسوناي، شيستوسوما هيماتوبيون، شيستوسوما جيبانيكوم. دي كانت حلقة النهاردة، مقدمة مهمة جدا في الباراسيتولوجي. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أناليسيس.